الخصم الثالث ديال المنتخب الوطني المغربي في كأس افريقيا هو المنتخب ديال زامبي اللي غادي نواجهوه يوم الاربعاء. سبق لينا واجهنا منتخب زامبي جوج ديال المرات في لاكان. الاولى كانت في النسخه ديال 1986 في مصر وانتصرنا عليهم ب 1-0، والمره الثانيه كانت 1998 في بوركينا فاسو وتسالات المباراه بالتعادل 1-1، وكان سجل احمد البهجه واحد من اجمل الاهداف ديال هذيك النسخه. ومن اشهر المباريات اللي جمعت ما بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الزامبي هذيك اللي كانت في اكتوبر 1993 في المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في التصفيات المؤهله الى كاس العالم 1994 في الولايات المتحده الامريكيه. الماتش كان سالب 1-0، والهدف كان جا من الراسيه الشهيره ديال اللاعب عبد السلام الغريسي. المباراه هي اللي كتعطينا التاهل للمونديال ديال الميريكان. وقبل ذلك كان المنتخب الزامبي عاش واحد الفاجعه من بعد السقوط ديال الطائره ديالو وفقدان جميع العناصر ديالو. وقبل منها المغرب كان خسر في لوساكا مع زامبيا ب2-1. كانت مجموعه من مواجهات اخرى مباشره ما بين المغرب وزامبيا. مثلا في التصفيات ديال كاس العالم 1974 فاز المنتخب الزامبي على المغرب ب4-0. في ماتش ديال الرتور في المغرب انتصرنا عليهم ب2-0. وتجدد اللقاء في التصفيات المؤهله الى مونديال 1982 في اسبانيا، وفاز كل منتخب في الميدان ديالو ب2-0، ولكن ضربه ترجيحيه عطات تاهل المنتخب المغربي للدور الموالي. وفي التصفيات المؤهله الى كاس العالم 1990 في ايطاليا فاز المنتخب المغربي في الرباط على زامبيا ب1-0، هدف اللي كان سجله النجم السابق ديال الماس فتح الغياتي. المباراه ديال الروتور في زامبيا انتهت بفوز المنتخب الزامبي ب2-1، وكان لاعب التيمومي سجل الهدف الوحيد ديال المنتخب الوطني. شارك المنتخب الزامبي 17 مره في النهائيات ديال لاكان، وفاز باللقب مره واحده سنه 2012 مع الناخب الوطني السابق هيرفي رونار. وصل للفينال جوج المرات، مره في 1974 في مصر، ومره في النسخه ديال 1994 اللي تلعبت في تونس. وصل المنتخب الزامبي ثلاثه المرات للمربع الذهبي، مره في لاكان ديال 1982 في ليبيا، ومره في النسخه ديال 1990 في الجزائر، ثم في جنوب افريقيا سنه 1996. مدرب منتخب الزامبي هو الاسرائيلي افراهام جرانت اللي درب 20 سنه في البلاد ديالو ما بين انديه ومنتخب وطني، ولاحقا مشى لانجلترا ودرب بورسموث ويست هام وتشيلسي. التجربه الاولى ديال افراهام جرانت في افريقيا كانت مع منتخب غانا اللي دربوا ما بين 2014 و2017، ولعب مع لاكان ديال 2015 اللي تلعبت في الغابون وغينيا الاستوائيه. وصل المباراه النهائيه اللي خسرها مع الكوت ديفوار بالضربات الترجيحيه.